السلام عليكم، بونجور يا حلوين، صباح الأنوار والعز والهنا، وش راكم؟ إن شاء الله كامل راكم ملاح. صحة عيدكم الزينات، صحة عيد جميع الأمة الإسلامية، تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله وسنين دايمة لعقوبة العام الجاي. وجيتكم اليوم بأجواء تاع العيد مع دارنا. أولا أعتذر ما حطيتش الفيديو في وقته لظروف، والحمد لله. دعيوا لي الزينات، ما تنسونيش بدعواتكم. دونك أصحاب الانستغرام والفيسبوك ديجا شاركت معاهم مقتطفات واجواء العيد في وقتها، والناس اللي مازالوا ملتحقوش بيا في الانستغرام نخلي لكم الرابط في اول تعليق مثبت، ونقول للمتتبعات الجدد مرحبا بكم الزينات كامل، شرفتوني في لمتنا وعائلتنا. دونك شوفوا الزينات اللي هنا بديت لكم لا فيديو بيوم عرفة، كنت سيقت الدار حاجة خفيفة برك بس كانت نظيفة مع هداك النيتواياج اللي درتوه من قبل وفحفحتها الله الله. ولهنا في عشية ليلة العيد بعد ما فطرنا، ربي يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال، رحت تدويشت العيد كي ما يحب الخاطر. كي كملت تهليت في روحي، كنت درت ايبيلاسيون ونيتواياج خفيف اللابو تاعي. لا بالي احنا البنات هاد الطقوس تاع العيد مستحيل نستغناو عليها حتى ونكونوا ميتين بالعيا. بصح هاد العفايس كامل كنت ندير فيهم باغامور، كنت فرحانه بزاف ما تصوروش كيفاه. انا من الناس اللي نحب بزاف المناسبات والاعياد تاعنا، ونحب نعيش كل لحظه ونعطيها حقها. بعد ما كملت هليت في روحي، لبست بيجامة العيد كنت كومونديتها، عجبتني شحال كيوت وانثويه بزاف هايله ومريحه تاني في لبستها. رحت مع نسا خاوتي، حنينا لك بيشو، ووحده حكمته وانا نحنيلو، ووحده تصور فريق العمل. لعبنا معاهم، تصورنا وعشنا هديك الأجواء كلها فرح وسعادة، اللهم أديمها واحفظها من الزوال. وافترقنا كل وحدة تكمل شغلها أكيد. أنا رحت كملت القاطو تاعي، كنت وجدت أنواع خفيفة وبواش كان متوفر عندي في الدار. كان عندي شوية قضيان تاع قاطو، هذاك هو اللي خدمت به الحمد لله. من بعد جويه الوحدة هكاك نفحت لي نختمها بموسكوتشو، أيا حكمت درتو. كانوا كامل راقدين الا انا في الكوزينه. حتى من الحنه درتها اخر دقيقه شويه هكاك ساعتين ونص، ورحت رقدت شويه مون با ساعتين ونض. ولهنا صبحة العيد نخليكم تسمعوا ونكملوا مع بعضنا. على بالكم أكثر حاجة نحبها في الأعياد هي التكبيرات، نوضلهم وأنا فرحانة وطاقة إيجابية، بسم الله ما شاء الله على عاداتنا وأعيادنا. إيماجيني ورقدت على الساعتين ونص، نط الخمسة، نحيت الحنة من يدي، هذاك هو نضت ماما وبابا، كانت الظلمة مازال طايحة. أبخي رحت نوجد في القهوة والحليب وأنا نسمع في التكبيرات هكاك، سبحان الله واحد الشعور لا يوصف. من بعد رحت وجدت صينية، حطيت صينية قلت لكم تقليدية بسيطة. من بعد صليت صلاتي، انا ما رحتش للمسجد واستنيتهم حتى يجيو من المسجد ونكملوا نفطروا مع بعضنا. وهادو هما الانواع اللي كنت وجدتهم في ظرف يوم ونصف، بسيطه بنينه، وبالاخص تاع قهوه حليب كيما يحبوها دارنا. ابخي هبط 13 تحتاني وين مالفين كل عام ندبحو ونغسلو كلش لتما، لقيتهم ديجا دبحو وخويا يشوط في الراس والكرعين، وبابا وخاوتي الاخرين ربي يحفظهم ديجا صاي سلخوه وبداو يحلو في الكبش وبداو يجبدوا في هذيك الكرشه والمصارن. واكيد كي نقولوا عيد الاضحى لازم نمس في كل شيء ونغسل كلش، سينو ما تحلاليش. مانيش من البنات هادوك اللي يعافوا يتهربوا، العكس تماما، نحب هاد الامور ونخدمهم من قلبي. من بعد خليت مرت خويا وماما يكملوا ينقيوا واش بقى ويسيقوا لتحت، وانا كالعاده طلعت باه نستكلف نوجد واش بقى للغدا. طلعت نقيت البطاطا وقطعتها والسلطه تاني. شوفوا الزينات، السلطه كي تكون دابله نقيوها وحطوا معاها مغرف صغيره تاع سكر في الماء اكيد، وخلوها دوك ترجع تفعفع كيما كانت. وحطيت شويه خل ابيض للبطاطا باه تجيني من برا تتقرمش شويه. من جهه خلاف كانوا خاوتي يوجدوا في الشوا، فئه تقص وفئه تركب في المطارق. احنا هذه هي عادتنا اول ايام عيد الاضحى، كي نكملوا الذبيحه نديروا شوا في الغداء ولا العشاء تاني، واللي يحب في العشاء يقلي من الاغلبيه نديروا شوا. حتى ثاني يوم نطيبوا بربوشة يعني كسكسي بالكتف، مرقة بيضة ولا محور. كي كملنا حكمت جبت لماعن اللي حنستعملوهم، ووجدت الهريسة وخدمت صلصة الثومية هذه، يحبوها دارنا بزاف وقرف تجي بنينة. الهريسة وحدة خلطت معاها زيت زيتون ووحدة خليتها هكاك.
وهذه القرعة الصغيرة فيها زيت عرب اللي هو زيت زيتون، إحنا نقولوا له في منطقتنا زيت عرب باه توليو تفهموني. وراح خويا هبّط لي الطابلة اللي كانت فوق لاطيغاس، حبيت نقعدوا في وسط الدار وشوية دايمًا حنا نديروها في البالكون، شغل في وسط الدار كاين بعد بالكون يطل على برا هاكا، نديرو دايمًا فيه شوية بهاديك الدخنة وكلش تخرج على برا. وجّدت طابلة بسيطة، حطيت سلاطة، بطاطا، دلاع وليصوص، وماما كانت خبزت كسرة الخسيس وشرينا خبز، لأنه كل واحد كيفاه يحب ياكل الشوا تاعو. من عاداتنا تاني نشويو في الغدا الغرنوق، نورمالمون هاكا يسميوه اللي هو الكبدة، القلب، الكلاوي ياكلها مبابة، الرية تقريبا ما نديروهاش، ما عندنا حاجة فيها. وبما أنه رانا في عائلة الله يبارك، عيد معانا خويا تاني متزوج، زدنا شرينا كمية هكا من المرقاز والسكالوب. فاتت ما شاء الله رغم التعب وقلة النوم إلا أنه استمتعت وعشنا كل لحظة، ضحكنا كلينا حمدنا ربي ومدينا الشي اللي قدرنا عليه ربي أكيد. وإن شاء الله ربي يتقبل منا ويجعلها في ميزان الحسنات. كان خويا الكبير هو اللي مستكلف بالشوا والشواية دايما تقريبا تحصل في راسه هو بس كان عنده واحد الشوا ما شاء الله بزاف بنين وكفاه يجي طري وماهوش ناشف روعة، بس خدم من قبل في هذا المجال فعنده خبرة. خملت الطابلة ورحت درت تدويشة خفيفة وضربتها بقيلولة طويلة عريضة، كنت ميتة بالتعب ما تصوروش كيفاه. نط العشية خلاص، وقلت هذاك هو نتهلا شوية في روحي ما بقاش غير شغل. جبت قندورة العيد اللي ما كانتش في البال حتى آخر دقيقة، هذه حكايتها حكاية. أنا كنت كومونديت موديل عجبني ومازال في قلبي صراحةً وما كتبليش، كومونديتو كيما الناس، درت طلبية في الواتساب وقبل العيد تقريبا شهر قلت هذاك هو ما يصرالي حتى بروبليم. كل يوم نستنى اليوم لا غدوة لا وهي رايحة. عاودت تواصلت معاهم قالت لي رانا نوجدوا فيهم، قلت لها معليش أي يوم يجيب يوم حتى قولوا بقاو هكاك 3 ايام للعيد. قلت صاي ما عندي ما ندير بيها ماني حابة حتى يعني مشكل، والله أنا خاطيني هاد الحس وشبهات. كنت طلعت للبلاد بعدها بالسيف باه لقيت هكا حاجة تعجب، قماشها بارد سامبل بلا كتر تغنجيق وباهية. أصلا ما لقيتش يعني حاجة هكا قلت لكم تعجب، وجاتني صراحة تهبل. زدت معاها باغ خفيف وكلاكات ميو، شريتها معاها تاني في نفس النهار يعني. وبس قلت لكم كنت مدايره حساب خرج لي حساب الحمد لله. على كل حال الحاجه اللي كاتبت لك راح تجيك واللي مش كاتبت لك ما هيش كاتبت لك. قلت لكم جبت شعري طويل، طلقته من بعد لميته كانت سخانه بزاف ودرت ميك اب خفيف. على بالكم اللون هذا راهو طوندونس يزيد يضويكم اكثر. وجاو الحباب تلمينا وقصرنا مع بعضنا. اخي بعد ما ريحت شويه نط نخدم العصبانه وقلت علاش ما نشاركش طريقتنا مع الزينات وهكا يستفادوا وتجيكم بنة ولا أروع، بلا ما نزيد فيها لا رية لا قلب لا كبدة. يا اختي هادوك نستمتعوا بهم وحدهم. هذاك ما بقى لي نزيد نخلطهم مع العصبانة، واكيد تبقى اذواق وكل واحد عنده حرية. هيا معايا شوفوا هنا بعد ما نقينا الكرشة كامل، المصارن المجبنات اللاقنصة كل واحد كيفاه يسميهم، ليسونسيال امور كامل تاع بطن الكبش. كل واحد كيفاه يسميهم. حكمت نحيت 2 قطع من الكرشة اللي نحشي فيهم، هادوك ما نغليوهمش والباقي غليته في الماء مع شوية تاع خل ورقة رند وعود قرفة باه تتنقى تخي بيان. واحد 2 دقايق هكاك ونحكم نقطعهم قطع صغيرة كيما راكم تشوفوا. احنا نحبو في دارنا دوارة بزاف تاني، على بها نحيت كمية وهي مقطعة هكا حطيتها في ساشي كونجيلاتور هكا، من بعد نطيبها كما قلت لكم دوارة والباقي نجي نداويه يعني احنا نقولوا شوفوا في المنطقة تاعنا قسنطينة نقولوا نداوي والبرمة ولا نداوي الأكلة هذيك، يعني ندوزنوها نحطوا لها التوابل والأمورات هذيك. تسمى كل واحد كيفاه يقول، كي نقول لكم نداويه تفهموا باللي اندوزن. وهكا كل عيد والله اذا كتبنا ربي وضحينا انا نقسم ونخدم الكرشه والمصارن وهذوك الصوالح بهاد الطريقه عصبانه ودواره.
قلت لكم الكمية اللي بقات نزيد عليها حبة بصل كبيرة مرحية ولا مرابية، أنا رحيتها في الأشواق. تزيد عليها 2 حبات كبار تاع طماطم مرحية، خيروا 2 حبات يكونوا طايبين وحمورة باه ما تجيكمش حامضة. كمية من الثوم وربطة من الدبشة والمعدنوس مقطعين رقيق. ولهنا أنا يا نحب نزيد ورقات تاع نعناع يمدلكم وحد البنة روعة. للأمانة الفكرة هذه هزيتها على مرت خالي، دايما كي نروحوا عندها ولا تكون مدايرة العصبانة تاعها تجي فيها واحد الذوق مميز ويحبوها كامل، ما كانش اللي ما يسقسيهاش على العصبانة تاعها. نديروها كيف كيف بصح دايما الذوق تاعها يجي مميز على الاخرين. ايا ديت من عندها هاد الفكرة. ونزيد كمية مليحة من الحمص كنت رنختو من قبل مع بيكربونات ليلة كاملة، من بعد صفيتو وشللتو وخبيتو في الكونجيلاتور. لهنا الأمانة قريب نسيتو جبتو آخر دقيقة، على بها راكم تشوفوا فيه شوية جامد، مع مغرف كبيرة معمرة تاع طماطم تاع الباطا، ما تكتروش بزاف باه ما تجيكمش حامضة، وشوية تاع هريسة. بالنسبة للتوابل، ملح، فلفل الكحل، حمار حلو ولا حار كيما تحبوا، كاين اللي يحبوا الحار كاين اللي ما يحبوش ما تحطوش اكيد، وكاين اصلا اللي يزيدوا يقصوا معاها شويه تاع فلفل حار. وشنو تاني؟ زنجبيل وراس الحانوت، هادو هما نورمالمون ما نسيت حتى حاجه. قلت لكم ملح فلفل الكحل وحمار حلو ولا حار اللي يحبوا اكيد، زنجبيل وراس الحانوت. نخلط كلش مع بعضه حتى يتخلطوا مليح مليح المكونات هادوك. زينات، شوفوا جربوها على طريقتنا، بزاف بزاف بنينه. كاين اللي يديرها مع البربوشه اللي هو كسكسي، والله شخشوخه الله الله واش نحكي لكم. وكاينه طريقه تاني خلاف اللي نطيبوها هكاك وحدها بالمرقه برك تجي هكا اون صوص. وشنو نديروهم كيفاش حنقول لكم، نحشيوهم هكا صغار صغار، نديروهم صغار ما نديروهمش كبار كي من هكا. على بالي كامل تعرفوهم وشنو كل واحد برك كيفاه يدوزنها وكل واحد كيفاه طريقته. هذيك تاني تختلف المكونات، نزيدوا لها تاني الرز. المهم قلت لكم بنة وخلاص. بالنسبة للكرشة حنا ما نكرطوهاش، ومش معناتها ماهيش نقية ولا خامجة كيما حفروها جدودنا في العقل الباطني بدون علم ولا بحث ولا دراية، منقية الله الله. وبالنسبة لنا هذيك هي البنة، كي نكرطوها تبقى غير الجلدة وش من بنة فيها. وبحثوا مليح دوك تلقاو باللي هذيك هي الفايدة وهذيك هي البنة، مش معناتها خماج أكرمكم الله. وأكيد كل واحد حر في حياته وش ياكل وش يحب. وهذه هي طريقتنا كيفاه نعمروها. هذاك الحرش اللي راكم تشوفوا فيه يجي من داخل والجلدة من برا، وما نعمروهاش بزاف باه من بعد كي طيب وتتكمش وتتنفخ هكاك ما تطرطقش. نخيطها بالبرا والخيط كيما راكم تشوفوا، وهكا العصبانه تاعنا راهي واجده. نخبيها في الكونجلي، وقت ما نحتاجها نجبد ونطيب وما يصرالها والو. جربوها قلت لكم مره خلاف ورايحين تستمتعوا لي بالبنه. وهذه هي لا جورني تاعنا كيفاش فاتت، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، ولا تنسوني بصالح دعواتكم. نحبكم، على بروشين، باي باي.